السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى وأسرع حواوشي. هنعمله بقى بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، مش هياخد مننا وقت خالص. طيب مقاديرنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كيلو لحمة مفرومة، عليها نسبة 50 جرام دهون. عندنا بصلتين مبشورين زي ما انتوا شايفين كده. عندنا فلفل بقى كوكتيل زي ما انتوا عايزين، فلفل الوان على فلفل رومي على سبايسي على يعني شوفي اي فلفل عندك اعملي كوكتيل منه. تمام حبايبي؟ احنا فرمين طبعا البصل بتاعنا. هناخد الفلفل ده، هناخده لفه في الكبه بدل ما نقعد نقطع بقى بالسكينه وناخد وقت. لا، هناخده لفه في الكبه، بس هنخليه حتت مش هننعمه، يعني هنخليه قطع صغيره كانك مقطعاه بالسكينه بالظبط. تمام؟ هفرم الفلفل ده وهرجع لكم. بصوا حبايبي، احنا فرمنا الفلفل عامل ازاي، عباره عن قطع صغيره. تمام كده بقى، يلا بينا على البوتاجاز علشان ايه؟ نعصج اللحمه بتاعتنا. كده بقى هنعصج اللحمه. هننزل بايه؟ معلقتين زيت صغيرين، مش هننزل بزيت كتير. بسم الله. مش هننزل بزيت كتير، بصوا معلقتين. وبعدين هننزل بالبصل، نشوح البصل في الزيت. بسم الله. هنقلب بقى، هنشوحه بس تشويحه كده، وبعدين هننزل عليه باللحمه المفرومه. واحنا بنشوح اللحمه هننزل بمعلقه بهارات، 7 بهارات، وهننزل بمعلقه فلفل اسمر. بتدي للبصله طعم حلو قوي وهي بتتشوح، ريحه وطعم. الله على الروايح، الله ما شاء الله، الريحه طالعه حكايه. كده هننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. البصله اتشوحت خلاص، هننزل باللحمه المفرومه. طبعا عشان اللحمه عندي متلجه، بس 5 دقايق وهتفك على طول، مش بتقعد كتير يعني. الفلفل بنحطه اخر حاجه علشان ما يتبلش. انا عايزه الفلفل عندي ايه؟ يكون فريش شويه في العصاج بتاع اللحمه. تمام؟ فاحنا الفلفل هنحطه في الاخر خالص. كده اللحمه بتاعتي فكت، مش انا قلت لكم مش هتاخد 5 دقايق؟ اللحمه فكت. هننزل عليها بقى ببهارات الحواوشي. انا ما عنديش بهارات حواوشي اللي هي الجاهزه، فانا بعملها. يعني ايه بهارات الحواوشي؟ يعني شويه جنزبيل، معلقه جنزبيل كده، يعني معلقه قرفه صغيره، مش كتير، ما تكتريش برضو. معلقه ال7 بهارات دي فيها كل التوابل. معلقه فلفل اسمر. احنا ما بنحطش بهارات اكتر من كده. تمام حبايبي؟ هنديها كمان كده ايه 5 دقايق عشان اللحمه تكون استوت، وبعدين هننزل بالفلفل. كده اللحمه بتاعتنا استوت خلاص. دي المرحله اللي هننزل بيها ايه؟ بالفلفل. تمام، بس قبل ما ننزل بالفلفل احنا ما حدقناش اللحمه لحد دلوقتي، ما حدقناش اللحمه المفرومه لحد دلوقتي. فهحط شويه ملح صغيرين كده، لان انا هحط ايه؟ مرقه. عندك مكعبات حطي، عندك مرقه اللي هي البودر دي الفوريه حطي. انا هحط معلقه ايه؟ مرقه فوريه كده بس. وهنقلب بقى كل المكونات دي. احلى عصاج عملناه. ننزل بقى بالفلفل. كده نزلنا بالفلفل، نقلب بقى كل المكونات دي. يبقى الفلفل ايه؟ شكله كده ملون في العصاج اللحمه، يبقى تحفه. طبعا مظبطه الملح بتاعك كله تمام. دلوقتي احنا جاهزين للحواوشي. دلوقتي حضرنا العيش بتاعنا. لازم نفتح الرغيف بالشكل ده كده. ففتحنا العيش بتاعنا كله.
تمام حبايبي، هنبتدي بقى نحط اللحمه المعصجه اللي احنا عملناها، هنحطها في العيش وهنشوف بقى اخر خطوه هتكون ايه. دلوقتي حبايبي هنجيب صينيه كده بقى كبيره وهننزل فيها بشويه زيت. بسم الله، علشان نحمر ايه الحواوشي بتاعنا. دي اسهل طريقه واطعم طريقه، ولا نلف في ورق بقى والورق يلزق في العيش والكلام ده كله. بسم الله كده ننزل. على قد الصينيه بتاعتك بقى ايه ما تاخد رغيفين، تاخد 3 زي ما تاخد. بس كده ياخدوا وش، بعدين هنقلبهم على الوش التاني. خليكم معايا الفيديو للاخر. بصوا احنا كده قلبناه على الوش التاني زي ما انتوا شايفين كده. مجرد ان هو يتحمر بنقلبه، مش بيلزق منك ولا حاجه. تمام. اول برضو الوش اللي تحت ما يخلص هو لسه، عشان انا لسه ايه قلباه. هنشيله بقى ونحط غيره وهنخلص على طول، ولا فرن بقى وورق ولا الكلام ده كله. وبكده خلصنا الحواوشي بتاعنا كله. شفتوا الجمال؟ شفتوا القرمشه اللي هو فيها؟ احلى طريقه للحواوشي واطعم طريقه حقيقي، احلى ما تلفيه في ورق وتحطيه في الفرن. دي احلى طريقه واسرع طريقه. جربيه على الطريقه دي هيعجبك قوي قوي قوي. ما خدش مننا وقت خالص، عملناه في خطوتين. عصجنا اللحمه وبعدين حطينا اللحمه في العيش وحمرناه، بس ما خدش مننا وقت خالص. جربي بيه الطريقه دي هيعجبك قوي، هيعجب ولادك. حبايبي ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.